النهارده هو بكره اللي كنت خايف منه امبارح. اما الحلم بقى ده الطريق الطويل اللي لازم نمشيه، وفي اخره لازم تلاقي نفسك اللي ربنا خلقها الهدف، والهدف ده لازم تحققه برغم كل المصاعب اللي هتواجهك زي ما واجهت غيرك، لان ربنا سبحانه وتعالى ما بيخلقش حلم في قلب حد اللي هو عارف انه يقدر يحققه، فما قدامكش غير انك تحقق. واحدة من أهم وأثمن الحاجات اللي الإنسان يحوزها، وهي البدء من جديد، القدرة على البدء من جديد، بعد ما تتخبط، بعد ما تقع، بعد ما تتكشوح، إنك تبدأ من جديد. يعني هي مش البدء من جديد، ولكن هي فكرة الاستمرار، أو إن أنت تبدأ من حيث انتهيت. لو أنت كنت عطلان فين، يلا ليتس ريزوم، خلينا نكمل الموضوع برضو في شيء من الاختيار. هو الإنسان هو اللي بيختار إذا كان يركز على الموضوع ده أو إن هو يبقى ضحية. وأنا بصراحة ما اقدرش الوم اي حد في اختياره لاي من الخيارين، ولكن انا اختار البدء من جديد. وبكل تأكيد البداية الجديدة ديت مش هتكون من الصفر، لا بالعكس، هتكون يعني مبنية على دروس وعبر وعظات وحاجات كتيرة جدا 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 نتعلمها من الوقعة أو من الكسرة. الحمد لله أن الكسرة لم تكن كاملة، وكان في مساحة ان هي تنجبر. وزي يعني ما بيقولوا دكاترة العظام ان الجبرة او العظمة لما تنكسر وتلتحم من جديد، فالعظمة الجديدة اللي هي الملتحمة دي بتكون اقوى من العظمة الاصلية اللي كسرت. فسبحان الله يعني. بعد اذنك حط في بالك ان انت طالب في ثانويه عامه، بالله عليك حط في بالك، افتكر ان انت ثانويه عامه، ثالثه ثانوي. افتكر ان في هدف، افتكر ان في حلم سيادتك محتاج تحققه، وافتكر ان انت عاوز توصل لحاجه، الحاجه دي مش هتعرف توصل لها الا لما تتعب. الموضوع مش بالسهل يا جماعه، الموضوع قلنا صعب، والموضوع محتاج اجتهاد وتعب وتوكل على ربنا سبحانه وتعالى عشان توصل للي انت عاوزه. لو هي الحاجه بالسهل يا جماعه كلنا وصلنا اللي احنا عاوزينه. اي حاجه سيادتك عاوز توصل لها لازم سيادتك تتعب لها، ما تعبتش مش هتوصل، ما تعبتش مش هتوصل. خد الشهاده وضع وبرستيج اجتماعي. الشهاده هتخليك تعرف تقعد نفسك في وسط الناس وتتكلم والناس تسمعك، مش هتخلي الناس تبصلك من فوق وتتعامل معاك على انك قليل. حتى لو تقدمت لواحده وانت معاك فلوس بس وما معاكش شهاده والناس دي وافقت عليك، يبقى الناس دي ما عندهاش مبدأ. وبعد ما تتجوز هتتعامل معاك اللي معاها شهاده وانت مش معاك شهاده، هتكلمك من فوق وهتحصل مشاكل بينكم كتير. خلي بالك، خد شهادتك. في ناس هتحترمك علشان شهادتك مش علشان فلوسك. احنا عاوزين نفرح بيه. الجو برد، الجو صعب، الجو متعب، الجو يعني خنقه، الجو فيه اكتئاب. هنكمل. ما عنديش شغف يا عم، ما تستنيش الشغف، قوم ابدأ شوف اللي عليك. انا بقول ده يعني، واحنا في ربنا يعلم. انا دلوقتي هريح عشان كنت مجهز الفصل التالي، فهروح بيتنا اريح. لكن بقى لي كام يوم الموضوع صعب جدا، الموضوع صعب. انا قلت لهم مش هطلع المكتب، الجو برد، خلوني في الاستوديو هنا. امام ربنا الاستوديو هنا، وزي ما عملت مع كل الدفعات اللي قبلكم، قاعد في الاستوديو، عندي البطانيه بتاعتي وعندي المرتبه بتاعتي انت متمرمط بس خليك مبسوط انك عديت بكل ده لوحدك، ان لحد اللحظه دي محدش يعرف انت عديت بايه، انك اتكسرت كتير وعيطت كتير بس في الاخر طلعت لهم بوش اللي بيضحك علشان محدش يشمت فيك. خليك فخور بنفسك علشان لحد اللحظه دي محدش عرف كواليسك ولا حد عرف انت بتعاني ازاي. انت لوحدك بس اللي مشيت في طريقك، ومحدش فيهم هيعرف يمشي فيه لو خطوه واحده بس زيك. فسقف لنفسك كل يوم وتاكد ان محدش زيك. ما حلتش امتحانات مش هتجيب مجموع. الموضوع كله بيتحكم. عايز تجيب مجموع حل امتحانات بدري. عايز تجيب مجموع حل اسئله مرضي عنها. اسئله من سنه 2021 لحد السنه اللي احنا فيها نظام جديد، ومن سنه 96 ل 2020 نظام قديم، واحنا طوعناها نظام جديد عاملينها بنظام الاختيارات، وبنحل معاك بعض الاسئله المقاليه عشان عندك سؤال مقالي. فيبقى بالتالي كده انت محزم الموضوع قوي. تحل الافكار دي، تجيب لك بوكلت واثنين امتحانات، كتاب بوكلت كده في كل كتاب 20 امتحان، تلاقي نفس الافكار اللي احنا بنحلها دي بالظبط هي اللي موجوده في الكتب الخارجيه كحل امتحانات. من اول شهر 2 كده هتلاقي كل الكتب نزلت كتب الامتحانات اللي هو نظام بوكلت 20 امتحان. انا جايب في ثانويه عامه 100%. ما شاء الله. ماشي.
وخريج انا في الجامعه انا متخرج جيد جدا بمزاجي. اوكي. يعني انا قررت ما اذاكرش. ايوه. يعني انا اول يوم دخلت الجامعه قلت لكام واحد يعني صحابي، قلت لهم انا هخلص، انا مش ناوي اذاكر قوي، انا هخلص الجامعه دي جيد جدا. اوكي. ومشروع التخرج جبت انا هاخد مشروع التخرج معايا جيد جدا. يعني انا اللي بقول انا هعمل ايه. ماشي. حلو. انا بقول بقى ده للناس عشان انا اصلا ايه ما بعرفش اعمل شاي بقى يعني، فاهم؟ ما بعرفش اقلب، ما بعرفش يعني بغير العجله بصعوبه، ما فاهم يعني. بحاول بقى بقول لهم بقى ده انعكس ازاي عليا. لا ده ملوش اي علاقه بالحياه اليوميه يا جماعه، ما تعملوش زي ما تجيبوش 100%. يعني انت اي حاجه ليها دعوه بالايد انت عويل فيها. عويل صح. فانا كنت انسان فاهم عملي. لا تافه. لا مش عملي. عندي اللي هو ايه، ايوه. الشاب الفاضي اللي ضيع وقتك في اي حاجه إيه؟ غير مفيده. وبعرف اخد اللي انا عايزه، ودي كانت عيب يعني. ده العيب، ده عيب. ده ما حطنيش انما تحت خد الموضوع بجد واشتغل. لا ده خلاني انا بعرف اللي انا عايزه وانا عايش غلط. فاهم يا صاحبي؟ شهر 1 بيخلص، داخلين على شهر 2، كل اللي باقي لك في الرحله 5 شهور، وانت لسه مراكم المواد كلها عليك وحاسس ان الطريق صعب. صح؟ انا جاي اقول لك ان انت قدامك طريقين دلوقتي. الطريق الاول ان انت تحط ايدك على خدك وتفضل تصيح وتشتكي انك مش هتلحق تخلص حاجه وان السنه راحت عليك. ده طريق تاني انك دلوقتي تقوم تشتغل، تفرم نفسك وتموت نفسك علشان حياتك اللي جايه كلها مترتبه على ال5 شهور دول. الطريق الاول سكته وحشه. الطريق الاول اخرته ان انت هتفضل مكانك، مش هتتقدم، هتلاقي كل الناس حواليك بيتقدموا. الطريق التاني طريق متعب ومرهق بس نتيجته حلوه والوصول فيه مضمون. على الاقل هتكون عملت اللي عليك، مش هتجلد ذاتك يوم ظهور النتيجه. يوم النتيجه هو يوم هيفضل معلم معاك طول العمر. لو حسيت فيه بفرحه فانت مش هتعيش لحظه فرحه تساوي اللحظه دي، هتفضل عايشه معاك دايما، تفضل فاكرها. ولو لا قدر الله ما توفقتش هتعيش لحظه صعبه جدا، الايام مش هتعرف تداويها، وهتفضل دايما تجلد ذاتك وبتقول لنفسك يا ريتني. ده احساس وحش قوي. يا ريتني انا كنت اقدر اعمل حاجه بس انا كسلت، بخلت على نفسي. طيب هل ندمك وقت ظهور النتيجه هيحسن حاجه؟ لا. فانا مش عايزك تعيش اللحظه الوحشه دي. فانا جاي اقول لك ان لسه الوقت معاك، لسه قدامك 5 شهور كاملين تقدر تبدا المناهج من اول وجديد خالص. خلي بالك انت مش لوحدك المراكم، كل طلبه الثانويه العامه كلهم مراكمين، بس في واحد هيقوم وهيشتغل وهيستغل الوقت الباقي ده ان هو يموت نفسه، واحد تاني هيستسلم وهيرمي المنديل خلاص ويقول انا مش هلحق. الفرق بينهم كبير جدا. فانت خليك راجل، خليكي جدعه واشتغل على نفسك، اشتغلي على نفسك عشان توصلي. لذة الوصول هترمم اي وجع وهتداوي اي جراح عندك. خاف على مصلحتك واعرف ان اكتر حد هيستفيد من نجاحه هو انت، مش انا ولا باباك ولا مامتك. انت اللي هتستفيد وانت اللي هتتضر. احنا خايفين عليك وعايزينك في احسن حال، وعشان كده كلنا ممكن هنيجي عليك شويه الفتره دي عشان تقوم، عشان مش عايزينك تقع، عشان الحياه صعبه والحياه من غير شهاده هتبهدلك. لازم يكون معك شهاده محترمه، تخش كليه محترمه، عشان دي هتبني عليها كل اللي جاي من حياتك. اشوفكم على خير. سلام.